الناس اللي عايزه تسافر وعايزه تحوش لاول سفريه ومعهاش اي فلوس خالص، معاها دلوقتي صفر، ما عندهاش اي فلوس خالص وعايزين يحوشوا ويعرفوا يحوشوا ازاي. في الفيديو ده هقول لكم ازاي تحوشوا وازاي يكون عندكم مصادر للدخل تحوشوا منها للسفر لو انتوا دلوقتي حالا معكوش ولا جنيه. وخلي معاكم ورقه وقلم عشان تكتبوا ورايا وتحضروا لاول سفريه. انا اسمي ايمان ودي سنه اولى سفر، بعمل فيديوهات تساعدكم ان انتوا تسافروا لو لسه جداد في السفر، وكمان لو سافرتوا وعايزين تطوروا من نفسكم. فدي واحده من حلقات سنه اولى سفر المختلفه شويه اللي ممكن منها تتعلموا ازاي تسافروا وازاي تحوشوا. موضوع ان انتوا تحوشوا للسفر انا اتسالت عنه كتير جدا، فقررت ان انا اعمل لكم ليه فيديو. وانتوا عايزين تحوشوا لاي سفريه ايه اللي ممكن تعملوه؟ اول حاجه خالص لازم تعملوها ان انتوا هتحطوا لنفسكم من النهارده 6 شهور تحوشوا فيهم فلوس للسفر، وده عشان تحوشوا لبلد كويسه تقدروا تسافروا فيها. فانتوا محتاجين على الاقل 6 شهور. فممكن تشوفوا ان الميعاد ده بعيد قوي، بس لما انتوا تدخلوا بقى في المود بتاع التحويش وان انتوا هتسافروا هتحسوا ان الشهور بتجري بسرعه جدا. وفكروا لو هم 6 شهور كتير، شوفوا قعدتوا كام مره 6 شهور يعدوا عليكم واصلا ولا سافرتوا ولا رحتوا ولا جيتوا. فانتوا من دلوقتي هتكتبوا في ورقه التاريخ اللي انتوا هتسافروا فيه 6 شهور من النهارده، وهتحطوا كل يوم يعني او كل اسبوع هتتابعوا مع بعض انتوا عدى قد ايه وفاضل لكم قد ايه. طيب تاني حاجه عشان تقدروا تشجعوا نفسكم على السفر ان انتوا تختاروا البلد، اختاروا بلد رخيصه عشان تقدروا تحوشوا في الوقت ده وتسافروا لها. مش لازم البلاد اللي انتوا اول بلاد تكونوا هتسافروها اللي انتوا نفسكم تسافروها عامه في العالم، بس على الاقل اختاروا يعني بلاد تكون رخيصه عشان تقدروا تحوشوا وتسافروا بسرعه. فانا بقترح مثلا عليكم في بلاد كتير قوي الميزانيه بتاعتها بتكون رخيصه، زي جورجيا، زي البانيا، زي لبنان. فكل دي بلاد سهل ان انتوا تحوشوا لها في وقت قصير، وبعد كده تقدروا تسافروا بقى كل البلاد اللي انتوا نفسكم فيها. بس هنبدا ببلاد قليله الميزانيه بتاعتها عشان نحوش ونسافر بسرعه. طيب دلوقتي احنا حددنا 6 شهور وحددنا البلد كمان اللي عايزين نسافرها، هنبتدي نشوف ازاي بقى احنا هنحوش فلوس. هنجيب الفلوس دي منين؟ لان انتوا كل حد مش بيسافر بيقعد يقول لنفسه انا اصلا معيش فلوس، انا بكمل الشهر بالعافيه، انا هجيب منين فلوس للسفر، وما بيسافرش. انا هقول لكم انتوا ازاي في حياتكم حاجات كتير قوي لو قدرتوا ان انتوا توفروها هتسافروا وانتوا ما تعرفوش. زي ايه اول حاجه؟ اكتر حاجه بنصرف فيها فلوسنا واكتر حاجه بنضيع فيها فلوسنا. اعرفكم على الحاجه اللي ممكن تخليكم تسافروا كمان 6 شهور وتعملوا كل حاجه نفسكم فيها لو استغنيتوا بس عنها، وهي القهوه. دي اكتر حاجه بنصرف فيها فلوسنا كل يوم، وطبعا سعرها بيتراوح يعني من ارقام قليله لحد رقم كبير قوي. وكل يوم بنقول لنفسنا ايه المشكله ما جاتش على كوبايه قهوه. بس لو انا هتكلم دلوقتي عن كوبايه القهوه اللي هي مش غاليه خالص ب 40 جنيه في اليوم، فهي في الشهر بتكون ب 1200 جنيه. واساسا ما فيش كوبايه قهوه دلوقتي ب 40 جنيه، انتوا بتشربوا سبانيش لاتيه وبتشربوا حاجات كتير قوي، الكوبايه بتكون برقم. فانتوا عندكم 1200 في الشهر بس للقهوه. طيب وايه تاني بتصرفوا فيه فلوسكم غير القهوه؟ الاكل بره. مش هقول لكم ان انتوا تاكلوا بره كل يوم، هقول لكم ان انتوا هتاكلوا بره 3 مرات بس في الاسبوع، ولو ال3 مرات دول ب 400 جنيه، مع ان على فكره ده فلوس وجبه واحده مش 3 مرات. فانا عايزه اقول لكم ان القهوه دي والاكل ده الاثنين مع بعض يعملوا لكم في 6 شهور 16800 جنيه. شايفين الرقم قد ايه بيروح كل يوم؟ بس انتوا ما بتحسوش. دول بقى تسافروا بيهم البانيا رايح جاي، طيران واوتيلات واكل وشرب، وتقدروا تعدوا كمان على بلد جنب البانيا زي مونتينيجرو. انا عارفه ان انتوا في وسط الرحله بتاعه التحويش دول وان انتوا تحرموا نفسكم من القهوه ومن الاكل بره، هيجي عليكم اوقات تحسوا ان انتوا لا مش عايزين تكملوا او عايزين لا اعملوا كده. انا مش بقول لكم ان انتوا تفضلوا طول ال6 شهور ما تشربوش قهوه ولا تاكلوا بره ولا تتفسحوا، بس قصدي ان انتوا قللوا من الحاجات دي على قد ما تقدروا عشان الهدف الاكتر ان انتوا تسافروا. يعني انا فاكره اول مره سافرت في حياتي انا كنت بحوش لمده اكتر من 6 شهور، منعت نفسي ان انا اخرج مع اصحابي في حاجات كتير قوي، اروح اي مصايف جوه البلد، اعمل اي حاجه، بس عشان كنت عايزه حاجه بالنسبه لي اهم وهي ان انا اسافر. فما كانش فارق معايا خالص ان انا ما بروحش معاهم الخروجات دي، ان انا ما بسافرش الاماكن دي، ان انا ما بشربش في المكان الفلاني. ده هيفرق معاكم اول بس ما تطلعوا وتسافروا وتجربوا السفر وتجربوا القهوه في بالي واندونيسيا وعلى الفيو. انتوا هتحسوا ان انتوا مفيش مشكله ان انا احرم نفسي من كل ده لحد لما اوصل للسفريه. دلوقتي اول حاجه حطينا 6 شهور مده عشان نحوش، واخترنا بلد رخيصه، ووفرنا القهوه والشاي. بس انتوا شايفين ان ده مش هيكون مناسب او الفلوس دي مش هتكون كافيه ان هي تخليكم تسافروا. ايه بقى الحاجه اللي ممكن تخليكم تسافروا وتعملوا مصدر دخل تاني في السفر او غير السفر؟ في شغلانات كتير قوي تقدروا تشتغلوها من البيت بتعمل فلوس كويسه جدا ومش بتحتاج ولا وقت كبير ولا مهارات كبيره. يعني في مواقع كتير قوي بتطلب ناس
ان هي تترجم من الانجليش للعربي او الفرنش للعربي او اي لغه للعربي لو انتوا بس معكوش لغه، وكذلك لو انتوا معاكم كذا لغه هتلاقوا شغل كتير قوي. الشغل ده ساعات بيكون بالساعه او باليوم وبيعمل فلوس كويسه جدا. وتاني حاجه ان انتوا ممكن تشتغلوا في حاجات برضو بتكون تفريغ صوتي، ان انتوا تقدروا تعملوا تفريغ صوتي للحاجات. وفي حاجه بقى تانية اسهل من كل دول، كلنا عندنا على موبايلاتنا صور كتير قوي، تقدروا تبيعوا الصور دي على مواقع كتير واشهرها الشاتر ستوك. فتخيلوا ان انتوا هيبقى عندكم شغل تحوشوا منه فلوس للسفر، وكمان ان انتوا من خلال الشغل ده تعملوا انكم لنفسكم زياده، مصدر دخل اضافي عندكم. في مواقع كتير قوي، المواقع دي انا هحطها لكم كلها بالتفصيل وكلها بتنفع جوه مصر او بره مصر. فتخيلوا ان انتوا هتحوشوا وهتسافروا وكمان هيكون عندكم مصدر دخل تاني. فبدل ما تروحوا بلد تقدروا تروحوا بلدين وثلاثه، وتقدروا بقى بعد كده تشربوا قهوه جوه البلد وكمان تسافروا. فانا عايزه اقول لكم ان الحاجات دي حاجات بسيطه بس هتفرق معاكم، واول ما تسافروا هتحسوا بقيمه السفر، لان السفر مش هيكون رفاهيه بالنسبه لكم، هو هيغير حياتكم تماما ويستاهل فعلا ان انتوا تحوشوا عشانه، لانه هينعكس على شغلكم وعلى حياتكم بعد ما ترجعوا من اول سفريه وتتعلموا حاجات كتير جدا. فمفيش مشكله ان انتوا تستغنوا عن القهوه والاسبانيش لاتيه والاكل بره عشان تسافروا البلد اللي انتوا نفسكم فيها. فخلينا ناخد قرار مع بعض من النهارده، وارجعوا للفيديو ده لما كمان 6 شهور لو مشيتوا على الخطوات دي وما سافرتوش، كل حد يبعت لي وانا هسفره على حسابي.